وهنا بقى بنشوف الكارثة الأكبر، وهي بتترجم لخسائر في السوق والاقتصاد. الجيل ده كبر وبقى هو القوة العاملة اللي بتخش الشركات دلوقتي، ومديرين الاتش ار واصحاب البيزنس بقوا عايشين في قلق مزمن. تخيل معايا شاب لسه متخرج ومقبوض عليه في شركة او ميديا ايجنسي. مجال زي الدعاية والاعلان والانتاج معروف انه بيحتاج طاقة تحمل رهيبة وشغل تحت ضغط وتارجت ما بيرحمش. لما تيجي شركة زي دي تطبق نظام وسياسة محترمة زي الاودو مثلا او مايكروسوفت دايناميك او اي نظام من الانظمة دي، علشان بس تنظم هيكلة الموظفين وتعمل رصيد للاجازات وتظبط مواعيد الانصراف في الحضور والمأموريات، تلاقي الشاب من دول بيعتبر ان القواعد الإدارية دي بيئة توكسيك، بيعتبر ان تتبع حضوره وانصرافه ده اختراق لسلامه النفسي وحريته الشخصية. ولو مديره المباشر بعت له ايميل وقال له ان الحاجة دي متأخرة او الديزاين ده محتاج يتعدل، تاني يوم الصبح الشاب من دول بيبعت استقالته بدم بارد. الجيل ده مش قادر يستوعب ان الشغل يعني التزام، وان المدير ده مش بابا اللي هيطبطب عليك في البيت. هم عايزين رواتب خيالية وبوزيشن ما حصلش وبنفيتس او مميزات مرعبة، في المقابل المجهود صفر. احنا قدام ظاهرة عالمية مدمرة اسمها الاستقالة الصامتة. الشباب بيهرب من المواجهة وبيسيب الشغل من غير انذار، لان جهازه العصبي ما اتدربش انه يصمد قدام اي تحدي يومي.